المهم بالمختصر المفيد تم استبعاد عدة لاعبين كانوا شاركوا في كأس العالم وداروا مستوى خرافي، منهم النجم المغربي حكيم زياش. وهذا الشيء ماشي حاجة غريبة بحكم أن حكيم زياش ما لعبش مدة طويلة مع تشيلسي ويلا لقى فريق جديد. تم استبعاد عبد الحميد الصابري اللي كان يلعب مع سامبدوريا وكان يلعب بواحد المستوى مزيان ودخل المنتخب وكيدير الفرق، ولكن الفريق ديالو جديد فيورنتينا ما كيعتمدش عليه مزيان. وكذلك المدافع المغربي اشرف داري اللي كان في واحد المستوى توب وهبط له النيفو بزاف واخيرا ما بقاش كيلعب مع النادي ديالو. كذلك الوجود بدائل كثيرة في منطقة ديال الدفاع منهم يونس عبد الحميد. كيف كاينين مدافعين في اللائحة اللي هما حسن من أشرف داري، كاين شادي رياض اللي مشى لريال بيتيس وحتى هو لحد الساعة مازال ما لعبش وكيتسنى وليد الركراكي أنه يلعب مع الفريق ديالو ويكون بديل جيد لغانم سايس وعلاش لا ياخذ الرسمية. المهم على العموم جاتني أنا هذه اللائحة ديال وليد الركراكي منطقية نظرا لأن اللاعبين المتواجدين في هذه اللائحة هذه في كامل الجاهزية ديالهم. كاينين شي وحدين منهم طلعوا من المنتخب لأقل من 23 سنة اللي خضعوا كأس إفريقيا وبينوا على علو الكعب ديالهم، واكيد ان هاد لا ليست هذه ما غتبقاش ديما غادي تبدل. فوليد الركراكي ما عيطش على بعض اللاعبين الا ورا بغى يجرب لاعبين اخرين واش يناسبوا المنتخب ولا ما يناسبوش المنتخب. على كل حال كنتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي وانا متاكد ان هاد اللاعبين هادو في كامل الجاهزيه ديالهم، نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله.